النهارده هنتكلم عن ليلة التتويج بعد 16 سنة غياب الكونفدرالية 2019. سنة 2019 من السنين اللي عمر جمهور نادي الزمالك ما ينساها. بعد سنين طويلة من الغياب عن البطولات القارية، الزمالك دخل بطولة الكونفدرالية وهو عايز يثبت إن الكبير هيرجع حتى لو طال الغياب. الزمالك وصل النهائي قدام نهضة بركان المغربي. الماتش الاول اتلعب في المغرب، وللاسف الزمالك ساعتها خسر 1-0. في ماتش العودة الجماهير كلها كانت متوترة وكانت خايفة ان الزمالك يخسر البطولة، لكن ماتش العودة كان في استاد برج العرب، وكان فيه اكتر من 70,000 زملكاوي واقفين على رجل واحدة وواقفين بيشجعوا بجد ومأمنين بفريقهم. وملعب برج العرب تقريبا ممتلئ عن اخره. هذا الملعب الكل يتحدث، جمهورك عايز يفرح يا زمالك. نوصل الدقيقة 55 وضربة جزاء لنادي الزمالك. محمود علاء الزمالك يسجل الهدف الاول، بس للاسف الماتش يخلص 1-0. بس لو احنا فاكرين الماتش الاولاني خلص هناك في المغرب كان برضه 1-0، فعشان نوصل ان الماتش كله خلص بالنتيجه ذهاب والاياب 1-1 ونوصل لضربات الجزاء. بس الجمهور ما سكتش وفضل يشجع الفريق بتاعه عشان الماتش يخلص ضربات الجزاء 5-3 لنادي الزمالك، والزمالك ساعتها يتوج بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه. دعني إن شاء الله البطولة بسم الله وبسم الله. لحظة التتويج كان فيها مشاعر حلوة قوي، ما بين ناس بتصرخ وناس فرحانة ودموع، بس الزمالك بيرجع وبيكتب التاريخ من جديد. لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولو انت بتشوفنا على اي منصه غير اليوتيوب اتمنى تروح تعمل اشتراك او سبسكرايب هناك، ولو عندك اي اقتراح لفيديوهات او مواضيع اتمنى تكتبها في الكومنتس. كان معاكم محمود فاروق، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.